بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهاردة ان شاء الله نعمل طواجن المكرونة الحلوة دي كده بطريقة سهلة وسريعة، من اسهل الاكلات ومن احلى الاكلات اللي بتخلي بصراحة المكرونة عموما يعني تروح في حتة تانية. يعني احنا ممكن نعمل مكرونة بالفراخ في الحلة كده عادي، بس لما بتتحط في طاجن كده بتبقى ليها طعم تاني مميز بصراحة جدا. يلا نعمل كده حاجة حلوة تشد عين جدا اللي بياكلها وتنفع في عزومات، تنفع ليوم سريع. هي أكلة سريعة وما بتاخدش وقت كتير قوي. جربيها بالطريقة دي بالراحة كده، هتلاقيها سهلة جدا معاكي وتظبط معاكي ان شاء الله جدا. اول حاجة هجيب مكرونة اقلام. هي تنفع بأي مكرونة بس الافضل طبعا والمعتاد عليها انها تتعمل بمكرونة اقلام. هولع المكرونة اسلقها نص سلقة بس، يعني بالظبط اقعديها على البوتاجاز بس 5 دقايق او اقل كمان من كده. احنا عايزينها تكمل سواها في الفرن في وسط الصلصة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هحتاج ايه معايا بقى؟ هحتاج بصلة متقطعة كبيرة هي حلوة، بصلة كبيرة متقطعة صغير، وهحتاج فصين توم وقرن فلفل اخضر متقطع، وهحتاج عصير طماطم. هعملها بالفراخ وهعملها بالكبد والقوانص. انا بجيب الكبد والقوانص مثلا الفرخة، بشيل الكبد والقوانص في كيس صغير كده، واللي متقطع معاهم دي برضو الرقبة بحطها في كيس صغير كده في الفريزر، وقت ما احتاجها بستخدمها. وده صدر فرخة مقطعاه قطع صغيرة. انا ما بعملش كميات كبيرة لان زي ما قلت لكم احنا اتنين بس فما بعملش كميات كبيرة. فانتي خدي الطريقة ونفذيها بقى ان شاء الله تعملي 10 كيلو، يعني ما شاء الله اللهم بارك. بتبقى حلوة قوي. يعني الكمية الصغيرة دي عملت لي مثلا حوالي 4 5 طواجن. فما شاء الله. يلا نمشي كده واحدة واحدة مع بعض. اول حاجة هحط زيت واسخن الطاسة وهنزل بالبصل بتاعي واقطع معاه فصين التوم. انا المكرونة بتاعتي بعملها ببصل وتوم مع بعض، بيفرق قوي يا جماعة في الطعم. يعني بصل لوحده ما بتبقاش حلوة. فهقلب كده معايا لحد ما البصل يصفر. سوري. هقلب كده واحده واحده. اول ما البصل يصفر ما بسيبوش ياخد لون جامد، هو بس البصل يا دوبك يدبل كده. بنزل بالبهارات بتاعتي عباره عن ايه: نص معلقه كزبره، نص معلقه كمون، ربع معلقه فلفل اسود، ومكعب مرقه. مكعب المرقه بتفرق قوي يا جماعه، لو ما بتحبوش بلاش، بس بصراحه انا بحس ان هو يعني بيميز الاكل قوي. فهقلب كده مع بعض بس البهارات تاخد تشويحه بحيث ان لونها يعني لا مش لونها بقى، ريحتها تطلع كده علينا. وبعدين هبتدي انزل معاكم بالايه بالطماطم. سهله جدا التسبيكه، بنعملها بتدي طعم حلو قوي وبتفرق. فاحنا كده مشينا واحده واحده بخطوات بسيطه جدا. اي بنوته صغيره لسه بتتعلم او كده فان شاء الله تظبط معاها من اول مره. فهنقلب كده واحده واحده. بصوا بقى التركية الحلوه قوي اللي انا بعملها في الصلصه بتاعه المكرونه خصوصا، بحط فيها نص معلقه سكر، نص معلقه صغيره سكر ومعلقه خل. ضروري قوي بصراحه، بحس ان هي بتفرق معايا جدا في الطعم النهائي، بتفرق جدا جدا جدا. انا عامله كميات قليله، فهجيب الطبق بتاعتي الحلوه الصغنطوطه دي اللي محدش يتريق عليها ابدا. بتدي طعم حلو قوي للاكل، سبحان الله الاكل فيها طعم تاني. فاول حاجه هحط معلقه زيت، واحط معايا بصله متقطعه صغير وفص توم للاتنين. ايوه للاتنين. التوم على الفراخ يا جماعه بيديها طعم حلو قوي. انا دلوقتي بقلب بنفس المعلقه لان بصل وتوم، لكن لما احط البروتين بتاعي نوعين مختلفين لازم استخدم دي المعلقه لوحدها ودي المعلقه لوحدها زي ما انتم شايفين كده. خدي بالك من الحاجات البسيطه دي، لان طبعا صحه ولادنا وصحتنا اهم من اي حاجه، فلازم ناخد بالنا جدا ان البروتين الني ما ينفعش نفس المعلقه نستخدمها مع بعض، او حتى عشان الطعم كمان ما يختلطش مع بعضه. شوحت البصل بتاعي وفص الثوم وهنزل عليهم، نزلت بالفراخ في طبق ونزلت بالكبد والقوانص في طبق تاني، وهحط معاهم حته قرن فلفل اخضر، احمر اخضر حراق لو بتحبي. طبعا الحراق انا طبعا بحبه جدا، بس عشان خاطر الولاد ما بقدرش احط فلفل حراق. فهنقلب كده بالراحه. ما شاء الله اللهم بارك، والله كان طعمها تحفه. على نار هاديه كده هسيبهم يتشوحوا مع بعض، وهما مش هياخدوا وقت، يعني يا دوبك 10 دقايق بتكون كل حاجه استوت. اول ما الصلصه بتاعتي اتسبكت بنزل بالمكرونه. المكرونه بس ايه، انا سويتها زي ما انتم شايفين كده، هي ماسكه نفسها جدا لان زي ما قلت لكم انا سويتها نص سوا بس. يعني بالظبط قعدت على البوتاجاز معايا انا حوالي 5 دقايق. هي المكرونه في العادي بتستوي في 10 دقايق، فانا قعدتها على النار 5 دقايق بالظبط، وكانت ايه وشلتها حطيتها على الصلصه اهي. هقلبها. انا بديها بس تقليبه مع بعض. شلت من الصلصه الاول معلقتين صلصه زي ما انتم شايفين كده. من الصلصه شيلي كبشه صلصه على جنب.
طبعا حفظتوني باكل الكلام، بس مفيش اي مشكله، المهم ان شاء الله المعلومه واصله. اهو اديت المكرونه تقليبه، انا بس بديها تقليبه على بعضها عشان تاخد من اللون وطعم الصلصه. ما شاء الله شكلها حلو قوي وطعمها كمان والله بجد كان تحفه. انا هجيب بقى الطواجن بتاعتي كده وارصها واحده واحده مع بعض. يلا بينا. انا جبت الطواجن، انا بستخدم الطواجن الفخار الصغيره دي لان احنا اكلتنا يعني قليله شويه. فانتي لو عايزه مقاس اكبر مفيش مشكله، عايزه كل واحد ياخد اتنين برضو زي ما تحبي. اول حاجه بحط معلقه صلصه في الارضيه من تحت، وبعدين برص البروتين بتاعي بقى فراخ، لحمه مفرومه، كبد وقوانص زي ما احنا عاملين النهارده. يعني اي حاجه، مكعبات لحمه بالبصل، كباب حله، اي نوع بروتين عندك حطيه في الارض. وبعدين حطي عليه المكرونه بتاعتك، وبعدين في الاخر زي ما انتم شايفين كده على الوش خالص بحط معلقه صلصه وافردها. ضروري قوي الحته دي بتخلي المكرونه بتاعتي جوسي كده وحلوه قوي. الحاجات البسيطه دي بتفرق دايما في الشكل النهائي، ان يطلع لك حاجه دايما تقولي الحاجه دي مميزه. انا ليه بعملها وبتطلع بره طعم تاني، او بتطلع بدوقها من عند حد تاني يعني مميزه اكتر، بسبب الحاجات البسيطه اللي بنعملها مع بعض دي. هغطيهم بقى بورق الفويل، وبالظبط هفتح عليهم البوتاجاز، هيقعدوا في الرف اللي في النص حوالي تلت ساعة نص ساعة بالكتير قوي، بطفي عليهم. اه انا غطيتهم بصوا بورق فويل اهو. ممكن طبعا لو انتي مقلقة من ورق الفويل بتحطي يعني ورق زبدة الاول وبعدين ورق فويل. بس ان شاء الله باذن الله انا عملت كده وكان طعمهم زي الفل. اه هشغل عليهم البوتاجاز في الرف اللي في النص، هيقعدوا بالظبط حوالي نص ساعة، بالكتير جدا نص ساعة، وهيطلعوا معانا زي ما انتوا شايفين كده شكلهم يفتح النفس. بصوا. بسيب بس الطاجن يهدى كده 5 دقايق عشان ما يفرفطش منك، وبعدين بقلبه في طبق جميل كده. بصوا اظن الصورة بتتكلم لوحدها ما شاء الله اللهم بارك. اتمنى طبعا لو انتوا معانا لحد دلوقتي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا رب تكون كل فيديوهاتنا بتعجبكم ونكون بنقدم لكم حاجة خفيفة ولطيفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شرفتونا ونورتونا، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، والف هنا وشفا على قلوبكم كلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.